السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كلكم بخير باذن الله. النهارده عامله لكم كده، جايه لكم بوصفه جميله وسهله وهي 5 دقايق. هو فعلا اسمه بسكوت ال10 دقايق، بس انا مش شايفاه انه 10 دقايق، انا شايفه انه بيتعمل في حوالي 5 دقايق. بسم الله ما شاء الله، بسكوت حلو جدا جدا. انا عاملاه عامله ابيض وبني، يعني عامله بنكهه الكاكاو، او بنكهه الشوكولاته وبنكهه الفانيليا. انت ممكن تعملي النكهات اللي انت عايزاها، سهل وسريع، مش بياخد 5 دقايق. بيتعجن في ثانيه واحده. مقاديره كلها من البيت، اتحداكي لو لقيتي حاجه في مقاديره مش موجوده عندك. فكرة كلها بضاية، واللهم صل على سيدنا محمد، ونص كوباية سكر، نص كوباية زيت، وكوباية ونص دقيق، شوية فانيليا صغيرين، والكاكاو تقدري تعملي بالكاكاو، ما عندكيش كاكاو هتعمليه ابيض برضو، هيبقى تحفة تحفة تحفة. اللهم صل على النبي، حلو جدا جدا، هيعجبكم قوي. جربوه وهتدعوا لي والله، وهتعتمدوه، هتعملوه على طول باذن الله. حلو قوي قوي قوي. شايفين؟ جميل يعني، بسم الله ما شاء الله، وتسويته حلوه وتسويته سهله، وهتلاقوا كل حاجه في قلب الفيديو، مش وان شاء الله مش هياخد معاكم اي وقت، وجميل جدا. ويلا نخش على المقادير عشان ما اطولش عليكم، وباذن الله يعجبكم. واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس ان شاء الله عشان يوصل له كل جديد، وما تنسوش اللايك. ويلا بينا على الطريقه. مقاديرنا يا حبايبي بسيطة جدا جدا، يعني اللي عايزة تقوم دلوقتي تعملها هتقوم تعملها، جميلة جدا وسهلة وبسيطة وسريعة. أول حاجة هنكسر بيضة كده، هننزل عليها بنص كوباية سكر، نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، يبقى هنا بيضة، نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، طبعا بنفس العيار. وهنزل عليها بشوية فانيليا صغيرين كده، دي كل المواد الاولانيه يعني. هضربهم كده مع بعض، هفضل اضربهم شويه لحد ما احس ان السكر الى حد ما يعني داب. وطبعا لو في سكر ناعم او مثلا ضربتيه في الخلاط وسكر بودره هيبقى اسهل من الضرب ده، بس برضو يعني بسرعه مش هياخد وقت. يا حبايبي دوبته شويه، ومعايا بقى المواد الجافه بتاعتي، عباره عن كوبايه ونص من الدقيق، ونص معلقه من البيكنج باودر، نص معلقه يعني من المعلقه ديت، او معلقه صغيره يعني من البيكنج باودر. شفتوا المقادير بسيطه قد ايه؟ خلاص كده مفيش اي حاجه تانية غير بقى النكهات اللي انتوا حابين تعملوها. يعني مثلا ممكن نعمله بالبرتقال، ممكن نعمله اللهم صل على سيدنا محمد. انا هعمله دلوقتي، هاخد نص العجينه اعملها بالكاكاو، ونص العجينه هسيبها بيضه كده بالفانيليا. هعجنها بقى، هي مش تاخد دقيقه في العجن. بصوا يا حبايبي، يعني هي عجنها يعني او خلطها سهل جدا. زي ما انتوا شايفين كده، ما تضيفلهاش اي حاجه غير دوت، غير المقادير اللي احنا حطيناها قدامكم ديت. يلا يا جماعه، اللي مش مشترك في القناه كده يشترك معانا في القناه ويفعل الجرس، ولايك حلو كده، وكومنت حلو برضو اسمع رايكم فيه، في الحاجه اللي عجباكم والحاجه اللي مش عجباكم. اهي يا حبايبي العجينه اتلمت في دقيقه، يعني ما اخدتش عجن دقيقه. هقسمها بس نصين عشان اعمل جزء منها بالكاكاو، وانتوا بقى حسب مزاجكم، يعني عايزين تعملوها كلها بيضه ماشي، كلها بالكاكاو ماشي، عايزين تعملوا مثلا جزء منها باي نكهه تانية تعجبكم ماشي، شغلوا هيبقى حلو زي الفل.
نص العجينه يا حبايبي اللي انا هعملها بالكاكاو، هحط لها معلقه كاكاو كده كبيره، معلقه واحده، وعشان الكاكاو ماده جافه هزودها معلقه لبن كده او نص معلقه لبن. بس وهعجنها. اهي يا حبايبي عجنتها بالكاكاو اهيت زي ما انتم شايفين كده. طريقه التشكيل بقى يا حبايبي سهله قوي. هناخد كده قطعه مش كبيره، هي لسه احنا حاطين لها بيكنج باودر، فعارفين طبعا انها ايه حجمها هيكبر عن كده. فبناخد قطعه كده عاديه يعني قد اكبر من البندقيه شويه، اصغر من البيضه طبعا. وبعدين دي الطريقه اللي انا بشكل بيها، انتوا ممكن تشكلوا بالطريقه اللي تريحكم. اهو انا كده لسه ما برصش. بصوا يا حبايبي عملت الفتحه وعملت اللي هي اللي بالكاكاو، وممكن نعمل اتنين مع بعض كده، يعني واحده صغيره كده من الابيض واحده صغيره من البني، وبعدين نعملهم مع بعض كده يدوني شكل حلو قوي، سواء من هنا او من هنا بيدوني شكل حلو. ده يعني التشكيل دوت طبعا بيبقى تبع مزاجكم. بصوا يا حبايبي الكميه دي كلها من كوبايه ونص دقيق. طبعا انا مش هعمله مزنق كده لان احنا حاطين في بيكنج باودر، فهو حجمه هيكبر، فما ينفعش خالص يتعمل مزنق بالشكل ده. انا بس كنت بكوره، بس احنا لسه في خطوه تانية هنعملها، فعشان كده انا هوسعه عن بعض شويه. جيب بقى طبق كده فيه سكر، وبنحط الكوره فيه كده عشان هو يعني السكر اللي فيه ما كانش كتير قوي، فده كمان هيديله منظر حلو قوي كده. الاتنين بحطهم في قلب السكر، كمان هيديله قرمشه لذيذه جدا ويديله طعم حلو. بصوا يا حبايبي بقى، نسيت اقول لكم الصينيه مش مدهونه ولا اي حاجه. بعد ما حطيته كله في السكر كده، سكرته كله كده، هجيب اي حاجه عندك، شوكه، معلقه، اي حاجه تعملي بيها. انا عندي القطاعه ديت يعني ليها شكل حلو كده، فهعمله كده. انت اعملي الشكل بالحاجه المتاحه عندك كده. بنضغطها قوي شويه كده عشان الشكل يبان. انا مش عارفه الشكل يعني باين ولا لا، بس اهو اهو. اكملها. اهي يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده عملتها خلاص، ما خدتش في ايدينا اي حاجه، زي ما قلت لكم مبعده بينهم وبين بعض علشان طبعا هي هتكبر شويه عشان البيكنج باودر اللي انا حطاه. دلوقتي انا مشغله الفرن، والفرن دلوقتي سخن. هدخلها على درجه 180، وهتاخد ان شاء الله من 15 دقيقه ل 20 دقيقه بالكتير. الاقي ظهرها احمر كده واخدت لون كويس هطلعها على طول ونشوفها مع بعض باذن الله. اهي يا حبايبي شايفينها بعد التسويه شكلها ايه؟ تسويتها حلوه جدا، مخليه الشقه ليها ريحه جميله قوي. التسويه لازم تبقى يعني مظبوطه كده 100%. بسم الله ما شاء الله، ريحتها حلوه قوي قوي قوي. طعمها تحفه. مقرمشه جدا من بره، ناعمه وبتدوب كده في البق من جوه، طعمها تحفه. جربوها يا جماعه. دي الكميه اللي انا سويتها، وفي كميه لسه في الفرن هوريها لكم كلها على بعضها. دي يا حبايبي الكميه كلها، معلش كده غير الشويه اللي لقطناهم، يعني كل ده من الكوبايه ونص، يعني حوالي ربع كيلو دقيق.
زي ما انتوا شايفين كده. يعني ممكن البسكوت ده تتعمل بالزبده، ممكن يتعمل بالسمنه، بس انا اخترت اسهل طريقه. يعني انا صراحه شفتها عجبتني جدا وجربته قبل كده وعملته، عجبني قوي قوي قوي. حسيته اقتصادي وسهل وسريع، فقلت ليه ما نعملهوش وحبايبي يتفرجوا عليه برضو ويعملوا لاولادهم، يفرحوا اولادهم بيه. يقدموا له ضيوف مع كوبايه شاي مع فنجان قهوه. يقعدوا مثلا بالليل على التلفزيون كده يتفرجوا معاهم كده، كوبايه شاي وكام بسكوته من ده. تحفه تحفه تحفه، والله تحفه بجد. مقرمش جدا من بره وطري وناعم من جوه، بجد جميل جميل. جربوه مش هتندموا، واسمع رايكم ان شاء الله في الكومنتات. وتصبحوا على الف خير.